والله يا إخوان ما يصنع الأبطال إلا المحافظة على الصلوات، لا يصنع الأبطال إلا المحافظة على الصلوات. رأى عمر رجلا يصلي يوما، فلما انتهى من صلاته قال عمر جيئوني بالرجل. فلما وقف بين يدي عمر قال له عمر نريد أن نستخدمك في بعض أمورنا. قال يا أمير المؤمنين أنا لا أصلح لجمع الصدقات وجمع الزكوات، أنا لا أصلح إلا للموت في سبيل الله. قال عمر من أجل هذا أردناك. كيف عرفه؟ من صلاته، عرف الرجل من صلاته. من هو الرجل؟ الكل يعرفه، النعمان ابن المقرن رضي الله عنه وأرضاه، بطل نهاوند وبطل البطولات كلها. كيف عرفه عمر؟ عرفه من صلاته. ما الذي ينقصنا اليوم؟ ما الذي ينقص الفئة؟ المطالبة بتغيير الواقع. المطلوب أنها تنضبط في صلاتها. كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام؟ كم مرة تصلي في الصف الثاني؟ كم مرة تفوتك الركعة؟ كم مرة تقضي السنن القبلية بعدية؟ كم مرة تفوتك الجماعة وتصلي في جماعة في آخر الصف؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في جماعة 40 يوم يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والله الذي لا إله إلا هو ما قرأت هذا الحديث إلا علمت مدى الإفلاس الذي نعانيه. والله ما قرأت هذا الحديث إلا علمت مدى الإفلاس الذي نعانيه. 40 يوم لم نستطع أن ننتصر على أنفسنا ونلتزم بتكبيرة الإحرام. إذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة، قال ابن القيم إذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة كشفت الأستار وظهرت الأنوار وبانت الأسرار. أما الصلاة المتقطعة أبدا والله لا تربي رجال. أين أنت من حديث ومن قول سعيد بن المسيب 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام؟ أين أنت من ميمون بن مهران وهو يقول لبناته في ساعة احتضاره على ماذا تبكون؟ 50 سنة ما فاتتني صلاة الجماعة. انظر بارك الله فيك إيش اللي صنع هؤلاء الرجال. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يدريه الرياح من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. صلاتنا تحتاج إلى مراجعة حسابات، صلاتنا تحتاج إلى انضباط. اعلم أنه من أراد إدراك المفاخر لم يرضى بالصف الآخر. والسابقون السابقون، يقول ابن مسعود كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف الأول، فما بال الأصحاء والأقوياء يتأخرون. إذا انضبطنا في صفوفنا مع صلاتنا سنستطيع أن نغير الواقع بإذن الله رب العالمين. والله ما يصنع الرجال إلا الانضباط في صلاتهم مع تكبيرة الإحرام. ابدأ بارك الله فيك وحقق 40 تلو 40. ثم قال ينفقون ليه؟ لأن أحب ما إلينا أموالنا، أحب شيء إلى أنفسنا الأموال. إن لم تنفق في سبيل الله إيش قيمة الأموال؟ والله لن تنفعك الأموال وهي بين يديك، لن تنفعك إلا إذا خرجت في طاعة الله جل في علاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين جيء لها بشاة فوزعتها كلها، قال يا عائشة ماذا بقي منها؟ قالت ذهبت كلها ولم يبق إلا هذا. قال بل قولي بقيت كلها ولم يذهب إلا هذا. وما أنفقتم من شيء إن الله يخلفه. اليوم الدعوة تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى عطاء. من منا وقف موقف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حين دعي إلى الصدقة؟ يوم الجمع ننادى لإخراج الصدقات، كأن الذي يخاطب بالكلام في النفقة أقوى من غيرنا. نفتح المحفظة فنرى أقل الدرجات نعطيها في مرضاة الله جل في علاه. ماذا أعطى أبو بكر؟ أعطى المال كله ثقة ويقينا بالله. ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأي شيء أحب إلينا من أموالنا؟ وآية الشراء تقول الله اشترى إيش؟ اشترى الأنفس والأموال على أن يكون الثمن الجنة. تأمل في حياة الصادق، تأمل في حياة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، تأمل في كلماته وهو يقول لا خير في كلمة تقولها لا تريد بها وجه الله، ولا خير في درهم تنفقه لا تريد به وجه الله. ثم أجمل هذا وقال لا خير في حياة تحياها لا تريد بها وجه الله. إيش قيمة الحياة إلا من الله وإلى الله؟ إيش قيمة الحياة إلا أنها تعطى للذي أعطاك كل شيء؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يوم أن انشغلت الأمة فيما بينها البين ضاع الجهاد وضاعت الأمة شذر مذر، وأصبحوا يتطاولون علينا يمين
يمين ويسار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا تفرغت الأمة للجهاد وحد الله كلمتها وجمع قلبها على الحق. ليه؟ لأنها توحد العدو، تنشغل بعدوها. فإذا تركت الجهاد انشغلت فيما بينها البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون، ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون. اجمع شملنا وحص صفنا، اصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وأختم بمزيد الشكر لشيخنا أثابه الله على ما قدم وقال. أسأل الله أن يجعل هذا الاجتماع في ميزان حسناته، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.